بعثة المنتخب الوطني العراقي تصل إلى مدينة جيرونا الإسبانية من أجل خوض مباراة المكسيك والإكوادور، واثنين من المحترفين العراقيين المستدعيين من قبل الكابتن راضي شنيشل لمباراة المكسيك يصلون أيضا إلى إسبانيا. فمن هذين المحترفين؟ وهل الطاقم الإسباني الجديد وصل إلى إسبانيا أم لا؟ ووعكة صحية تحول دون التحاق اللاعب آلاء فاضل إلى معسكر المنتخب في إسبانيا. فما هي تفاصيل الوعكة أو هذه الإصابة؟ وهل سيشفى اللاعب بالمدى القريب؟ وهل سيلتحق بمعسكر المنتخب في الأيام القادمة وسيشارك في ودية المكسيك أم لا؟ الاتحاد العراقي لكرة القدم يوقع رسميا على عقد المدرب العراقي الجديد الإسباني خيسوس كاساس. فماذا جاء في تفاصيل العقد وما هو المدرب الجديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ واهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطوا لنا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة. لكم اخبار الكرة اليوم. ومن ساعة تقريبا وصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي مع طاقمها الفني المحلي راضي شنيشل ومساعديه إلى مدينة جيرونا الإسبانية بعد أن حطوا الرحال أول شيء ببرشلونة وردوا سافروا مرحلة ثانية إلى مدينة جيرونا برا، لأنه طبعا مباراة المكسيك سوف تقام في مدينة جيرونا على ملعب نادي جيرونا في إسبانيا. طيب المدرب الإسباني خيسوس كاساس وصل على إسبانيا أم لا؟ كان من ضمن البعثة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، يعني المدرب الإسباني ذهب مع اللاعبين العراقيين والطاقم الفني المحلي إلى مدينة إسبانيا ووصل إلى مدينة جيرونا معاهم. يعني رسميا الطاقم الفني الإسباني كله المدرب ومساعديه وصلوا إلى مدينة جيرونا لمتابعة المباراة من المدرجات. يعني مثل ما قلنا سابقا ما راح يستلم المهمة التدريبية بمباراة المكسيك والإكوادور. طيب ومشان المحترفين، اثنين من المحترفين العراقيين المستدعيين على قائمة راضي شنيشل وصلوا إلى إسبانيا، واللي هم الكسندر اوراها وصل من انجلترا، وعمار محسن وصل من السويد، وسيصلون بالفترة القادمة باقي المحترفين ان شاء الله. لكن الى حد هاي اللحظة هذين المحترفين فقط اللي وصلوا على اسبانيا وجاهزين للمباراة. عانى اللاعب آلاء فاضل من آلام وتم إجراء الكشف والفحوصات الطبية له ليتم الكشف عن مصدر هذه الآلام، وتبين أنه مصاب بالتهابات معوية مما تعذر عليه الالتحاق ببعثة المنتخب اليوم في اسبانيا. طيب بدنا نعرف نحن انه هاي الوعكة قد تطول وراح يلحق ودية المكسيك ام لا؟ حسب الفحوصات وحسب الطاقم الطبي اللي اجرى له الفحص، قال انه هاي الالام وهاي الالتهابات المعوية ان شاء الله ما راح تطول، ومن الممكن انه يتشافى منها بكره يوم غد ويلتحق بالمنتخب العراقي. نتمنى الشفاء العاجل للاعب آلاء فاضل ولجميع اللاعبين العراقيين ولجميع اللاعبين بالعموم. طيب نروح على خبرنا الثاني، حيث تعاقد رسميا الاتحاد العراقي لكرة القدم بحضور الكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم مع الطاقم الإسباني الجديد رسميا. يعني تم توقيع العقد بينهم رسميا مثل ما قلنا سابقا بتفاصيل العقد. 4 سنوات هو مدة العقد مع المدرب الإسباني، وتم التوقيع بمقر اتحاد الكرة بين الكابتن عدنان درجال مثل ما قلنا سابقا والمدرب خيسوس. وطبعا على أن يستلم المدرب الإسباني قيادة المنتخب بدءا من مباراة كوستاريكا ولبعد 4 سنوات، يعني خليج 25 راح يقوده المدرب خيسوس، واللي راح يكون أول اختبار حقيقي للمدرب خيسوس. أما الطاقم الفني المساعد فكان إسباني بحت جايبهم مع المدرب خيسوس من إسبانيا، واللي هم خيسوس كاساس مدربا، أليخاندرو فاريلا لوبيز المدرب المساعد الأول، وبابلو غرانديز المدرب المساعد الثاني ومحلل الأداء، وسلفادور روميرو مدربا مساعدا ثالثا، وخافير سانشيز مدربا للياقة البدنية، وميغيل أنخيل غونزاليس مدربا للحراس. هذا كان فيديو اليوم، اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب مشان توصلكم اخبار الكرة العراقية بشكل مستمر وعاجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.